السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواشر مبروكة ورمضان كريم عليكم كاملين. اليوم غنهضروا على القرار ديال إلغاء عيد الأضحى في المغرب. البارح صاحب الجلالة نصره الله والله يشافيه لينا صدر قرار ديال منع عيد الأضحى في المغرب. هذا القرار اللي كان كلشي تقريبا كيتسناه خصوصا ما بقاش بزاف العيد ديال الكبير. فغادي نشوفوا شنو هما الاسباب اللي خلاو يكون هذا القرار. فكاين واحد بعض الاسباب رئيسيين اللي بزاف الناس ما عارفينهمش، اللي اثروا على عدد القطيع في السوق المغربيه. فاول سبب هو النمو الديموغرافي اللي عرفوا العالم. فالعالم كامل كثر فيه الناس وكذلك المغرب. فلا جيتي قارنتي شحال كانوا الاسر كيذبحوا مثلا في 96 98 2000، غتلقى فرق كبير مع داكشي اللي تذبح في 2024. فهذا العامل الاول. العامل الثاني هو سنوات الجفاف المتتاليه. فتقريبا حنا من 2018 وحنا كنعانيو من الجفاف، تقريبا راه واحد 7 سنوات ديال الجفاف اللي ما خلاوش القطيع يكثر. الهدف الثالث هو السبب الثالث هو ان دابا ولد النعجه ما بقاش كيوصل للعيد. فكنا كنعرفوا ان النعجه كتكسب في شهر 7 شهر 8، فما كتولد تقريبا الولاده البكريه كاع كتولد في شهر 10 11. فالخروف ما كيجي يوصل لشهر 6 كيكون يلا عنده واحد 5 شهور ما كيكونش واجد مزيان. هذا السبب الثالث. والسبب الرابع هو ان الناس ولات كتكونسومي اللحم بزاف، ولا الغنمي كيتذبح على دور السنه، ولات كتذبح الخروفه اللي هي الاساس ديال التكاثر ديال القطيع ديال الاغنام، اللي يخلي التروبو يكثر. فهاد الاسباب كامله خلات العيد يتلغى. وبزاف التساؤلات كيسولوا تيقولك علاش حنا ما نستوردوش من الدول الافريقيه. فكنت استشرت مع الناس ديال لونسا، الدول الافريقيه عندهم امراض معديه وما كيديروش واحد البروتوكول صحي، فنقدروا حنا نستوردوا مثلا في عيد الاضحى ويولوا عندنا امراض معديه اللي اثروا على القطيع. وفي نفس الوقت فهذا القرار غادي يخلي حتى هو بعض الاثار على بعض الفلاحين اللي هما معلفين الخرفان ديالهم وصار مصيرين بزاف ديال الفلوس. فمن بعد هذا القرار هذا غيضطروا انهم يبيعوا بثمن. غادي نتسناو الوزاره الوصيه نشوفوا واش غدير شي قرار، واش غدعم هاد الفلاحه، واش غدير شي قرار اللي يقدر يساعد هاد الفلاحين ولو غير شويه. هذه من جهه. بالنسبه للتوصيات ديال انه اللي يخليو ان القطيع يتزاد في المغرب، فنقدروا نمنعوا. علاش لا ما نمنعوش الذبح ديال الخروفه في لي باطوار، ما يبقاش تذبح الخروفه. مع هذا العام ان شاء الله ما غيكونش العيد. فان شاء الله من بعد القرار ديال صاحب الجلاله ان شاء الله يكون خير، اننا مور العيد يولي عندنا حتى حنا التروبو مزيان ويولي الاثمنه في المتناول. علاش لا نستوردوا من الدول الاوروبيه لي فيميل يعني الاناث ويتعطاو على شكل جمعيه، يتعطاو على شكل جمعيات بحال اللي داروا في الماعز، يتعطاو للناس وعلى اساس انهم يديروا منهم مشروع مدير للدخل ديالهم، وفي نفس الوقت يزيد من التروبو ديال القطيع الوطني. وفي الاخير ما علينا غير نطلبوا الله يرحمنا، الله يسقينا الغيث. وعام بلا عيد الا جينا شفنا نشوفوا الفوائد ديالو غيكونوا ان شاء الله اكثر من الاضرار ديالو. هذا ما كان. عواشركم مبروكه والله يشافي سيدنا. وبزاف الناس كيشكروه وكنشكروه على هذا القرار اللي خفف على بزاف الناس. كما ان بعض الناس حسوا بشي شويه انهم كانوا معلفين، ولكن راه بزاف الناس ما عندهمش باش يعيدوا من بعد هذا القرار، تنفسوا شي شويه. هذا ما كل ما في الامر. اللي عنده شي تعليق ولا شي تساؤل خليه لنا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.